ده ريفيو عن فندق جويل الفسطاط في القاهرة. الليلة في الغرفة الدبل للفردين شامل فطار اوبن بوفيه ب3000 جنيه. هو الفيو بتاعه على المتحف القومي للحضارة المصرية. كمان في عرض على السويت اللي هو غرفتين، منهم غرفة ماستر فيها تويلت وتويلت برا عند الريسبشن وريسبشن، والفيو برضو بتاعه على المتحف القومي للحضارة المصرية. الليلة فيه ب5000 جنيه. لو السويت هيستخدم لتجهيز عروسة، هو بيكون السعر ل6 أشخاص من ضمنهم العروسة 6000 جنيه بالظبط. الفندق فيه حمام سباحة دافي، وده الريسبشن، وأكيد اللي فات كان المطعم. الفندق جديد كليا، هو كان تم افتتاحه 2024. هنا احنا داخلين نشوف السويت. زي ما قلت السويت هو عبارة عن ريسبشن وغرفتين، منهم غرفة ماستر فيها تويلت وهو فيه حمامين عامة. هسيبكم تشوفوا الريفيو كامل. كمان هو فيه تكييف مركزي في كل غرفة، يعني في الغرفة الماستر وفي الغرفة التانية وفي الريسبشن. اكتر حاجة مميزة في الفندق ان هو يعتبر في وسط البلد، يعني جنبه مجمع الاديان وجامع عمرو بن العاص، وهو اصلا في الملك الصالح يعتبر في الفسطاط. جنبه برضو عين السيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية، وقريب من اي مكان ممكن تكونوا عايزين تروحوه. وهو بيميزه برضو ان هو الجديد، يعني الفندق جديد لسه، زي ما قلنا ان هو تم افتتاحه سنة 2024، والبادجت بتاعته يعني متوسطة. الفيو على متحف الحضارة والجارد. هنا دي الغرفة التانية في السويت. الفيو بتاعها المتحف القومي للحضارة المصرية، ده الفيو. والجاردن كمان، فيو على الجاردن. تلفزيون، ميني بار، وحدة تخزين. تويلت اللي في الماستر روم. نفس فكرة الحبل اهي الهدوم المبلولة. حلو ان هم حاطين الزرار كده في حاجة مقفولة عشان المية والكهرباء.